انتوا بجد وحشتوني جدا. احنا مشفناش بعض بقالنا تقريبا شهرين، وانا عارفة ان دي فترة طويلة شويتين تلاتة، بس الفترة اللي فاتت بجد كانت صعبة قوي عليا. اول حاجة، بغض النظر عن الضغط بتاع الكلية، كان حصلت لي حوارات كتير قوي وفي بريك اب صحاب كده حصل لي، وكان سخيف حبتين تلاتة، وللأسف أثر عليا جامد قوي. أنا من النوع اللي لما بيحصل له حاجة أو بيتعرض لضغوطات كتير ورا بعض للأسف بتأثر جدا جسديا أكتر كمان من نفسيا، أو ممكن أكون بتجاهل كل الحاجات النفسية اللي بتحصل لي لحد ما بيطلع عليا بشكل جسدي. المرة دي طلع على بطني. انا من وانا صغيره بعاني مع مشاكل في بطني ومع الامساك المزمن، بس ما كانش عامل لي مشكله كبيره عشان مكنتش واعيالها قوي لحد ما الموضوع بدأ يزيد وابتدى يطلع على وجع وعلى صداع وعلى ان أنا ما بقاش قادرة اتحرك. الموضوع طول معايا جدا، وبعدين اضطريت اتضغط في المشاريع جامد قوي عشان اسافر الاقصر لاهلي، وبعد كده التعب كان بيزيد اكتر واكتر مع الضغوطات. رحت عملت تحاليل كتير قوي، عملت اشعة بالصبغة، بس مفيش اي حاجة فهمنا منها ايه السبب. وفي نفس الوقت كنت باخد علاج ومناعات كتير ومكانش في حاجة بتجيب نتيجة، لحد ما رجعت القاهرة تاني وعملت منظار. برضو الحمد لله المنظار طلع مفهوش اي حاجة وحشة. اللي وصلنا له في الاخر ان انا عندي IBS، متلازمة قولون عصبي، وامساك مزمن، وكسل في حركة الأمعاء، وعضلات الحوض كمان عندي ضعيفة جدا، غير ان انا خسيت حوالي 8 كيلو طبعا من قلة الاكل بسبب الوجع والانتفاخ اللي على طول عندي. ده غير ان الدكاترة منعوني من معظم الاكل، مش باكل ولا رز ولا مكرونة ولا عيش، معظم الخضار مش باكله. كل الحاجات اللي باكلها مسلوقة، مش باكل حاجات مقلية، مش باكل حاجات سبايسي، مش باكل اي حاجه عامه. بطاطس مسلوقه، فراخ مسلوقه، لحمه مسلوقه، شوربه، وعلبه زبادي في اليوم. هل انا اتحسنت؟ للاسف لسه تعبانه، بس اللي اكتشفته انه الحاجه اللي عندي دي حاجه مزمنه، مش هتخف في يومين تلاتة زي دور البرد. هقعد اتعايش معاها شويه، هتروح شويه وهتيجي شويه على حسب اللايف ستايل بتاعي، وعلى حسب الضغط اللي انا بحس بيه، وعلى حسب الاسترس اللي بيجي عليا، وعلى حسب انا بعرف اتعامل مع الحاجات دي ازاي. ده غير كمان نظام اكلي، وغير كمان ان انا يعتبر مش بتحرك بسبب الظروف بتاعة ظهري وكتفي وكمان الجامعة، فده كمان هيأخر الموضوع شوية لحد بس ما اتخرج واشوف هعمل ايه. بما ان انا بقالي تقريبا شهرين ما بعملش اي حاجة غير ان انا قاعدة في السرير. شوية مشاريع كده تبع الكلية عملتهم بالعافية قبل الديدلاين بيومين، وما سلمتهمش كاملين حتى، وجبتش فيهم درجات حلوة اصلا. ففي الفلوج ده هحاول ارجع معاكم واحسن من نفسي شوية بشوية حاجات بسيطة هنعملها مع بعض. بس كده، يلا بينا نروح الفلوج. وحشتوني. زي ما شفتوا في الانترو بتاع الفلوج، الفترة اللي فاتت كانت صعبة أوي 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 عليا. بقالي كتير أنا في السرير ما عملتش حاجة، جبت درجة مش أحسن حاجة، رجعت تاني طول اليوم مقضية في السرير، وفعلا ما عنديش أي موتيفيشن إن أنا أعمل أي حاجة في حياتي، ولا mentally ولا physically. قررت النهاردة إنه كفاية كده، عايزة أحاول أقوم شوية أو على الأقل أطلع اللي جوايا عشان أعرف أتعايش مع الموضوع. رتبت الأوضة وأخدت شاور، بجد حاسة إن أنا اتغسلت من برا ومن جوه. عملت سكين كير، وتقريبا آخر مرة عملت سكين كير فيها كانت في العيد. دلوقتي أنا محتاجة أعمل شوية جورنالينج عشان بقالي كتير قوي ما كتبتش، وحاسة إن أنا جوايا كلام كتير محتاجة أطلعه، ممكن ده يخليني احسن. بس قبل ما اقعد القعده دي كنت حابه قوي ان المكان حواليا يكون مترتب عشان دماغي تبقى صافيه واعرف اتكلم واعبر واقول اللي انا عايزاه من غير دوشه. لو انتوا حاسين نفس الاحساس اللي انا حاسه بيه، او بقالكوا فتره تعبانين او متضايقين، قوموا رتبوا الاوضه، خدوا شاور، وتعالوا اكتبوا معايا. الجورنال اللي انا هستخدمه من ثوتس او من افكار. كنت عايزة يبقى عندي جورنال مخصوص بس للجورنالينج بتاع السترس والتوتر والحاجات دي، عشان عايزة اركز على الموضوع ده قوي الفترة اللي جاية، عشان
هو بجد مؤثر عليا ومؤثر على صحتي الجسدية أكتر حاجة. لسه جديدة، لسه هكتب اسمي عليها. زمان كنت بلاقي في محلات آخر العنقود الجورنالز اللي هي بتكون شبه الكشاكيل دي، بس تبقى صغيرة جدا وشكلها ستاتيك قوي، والورق بتاعها بيبقى شكله قديم وبتبقى صغيرة جدا. بس دلوقتي مش لاقيها تاني، فلو تعرفوا اقدر اشتريها منين؟ عشان عايزة يبقى عندي حاجات كتير قوي منهم، بس مش لاقياهم، ومش لاقية غير النوت بوكس او الجورنالز اللي هي بتبقى نوت بوك، بتبقى شكلها اللي هو هارد كفر كده وكبيرة يعني، او مثلا بيبقى عليها برنت. لا، انا عايزة حاجة عادية يبقى شكلها فينتج. ما علينا، يلا نجوم. لسه مخلصة جورنالينج. يا جماعة خلينا اديكوا تip، لو انتوا بتجورنالوا اكتبوا كل الحاجات اللي انتوا حاسين بيها لشات جي بي تي، او الحاجات اللي انتوا بتشتكوا منها لشات جي بي تي، وخليه يكتب لكم اسئلة للجورنالينج على حسب الحاجات اللي انتوا حاسين بيها. تip خطيرة هتشكروني عليها بعدين. ما علينا، بعد ما خلصت الجورنالينج سيشن دي حاسة محتاجة اخد نفس عميق. تعالوا ناخده مع بعض. ياي. اكتر حاجة بقى عايزة اعملها بعد النفس العميق اللي احنا خدناه دلوقتي هي ان انا احرك جسمي، وحاسة ان طلعت حاجات كتير قوي وانا بكتب. انا حرفيا كتبت 4 صفحات. ففتحت الفيديو ده، هو استرتشات للستريس، فهعملهم دلوقتي. مش هصور منه كل حاجة اكيد عشان مش كل حاجة اعرف اصورها. لو انتوا حاسين بشوية ستريس او مضغوطين او حاسين انتوا محبوسين في جسمكوا زي ما انا حاسة، حاولوا تتحركوا بأي طريقة، ارقصوا لو انتوا قادرين، مثلا حاليا مش قادرة فخليني استك للستريتشات او لليوجا، عشان بجد كمية الطاقة والحزن اللي جسمنا بيخزنهم غير منطقية، عشان كده ده بعدين بيطلع لنا في هيئة أمراض ومشاكل جسدية زي اللي حصل معايا. يلا بينا. Relax your right shoulder down and breathe. لسه صوتي راح فين؟ لسه مخلصة الاسترتشات اللي انا كنت بعملها. بجد يا جماعة دي من احلى الفيديوهات اللي انا مشيت عليها بقالي كتير. بجد كانت هادية قوي، تقريبا كان تلت ساعة 25 دقيقة محس بيها خالص. ف مبسوطة قوي، حاسة ان انا جسمي اهدى بكتير من الاول، اهدى بكتير من الصبح. انا ورايا حاجات كتير قوي الفترة الجاية، عشان خلاص هنسلم اخر مشروعين في السنة، فاضل اخر 10 ايام او 11 يوم والشهر ده يخلص. اخر مرة عملت planning كانت في رمضان which is من بدري قوي، وحاسة ان انا حياتي مش مترتبة بقالها فترة طويلة، ومش عاملة روتين بقالي فترة طويلة جدا، فعايزة اظبط ده شوية. كمان الامتحانات هتبدأ الشهر الجاي، وعندي مادة نظري، والمادة النظري دي انا تقريبا معرفش عنها حاجة، ف محتاجة كمان احط جدول عشان الحق الم فيها المادة قبل الامتحان، عشان هي بجد طويلة قوي. انا همتحن الترم الاول والترم التاني مع بعض، مش الترم التاني بس، عشان الترم الاول ما كانش فيه امتحانات لاخر سنة تخرج. ف ورايا بجد حاجات كتير، بس برضو عايزة احط جول كده ليا، انه في اخر فترة ليا في الجامعة دي انا عايزة اتبسط بيها، عايزة استمتع بيها،
عايزة محطش في دماغي كل الخناقات وكل الحوارات وكل الضغط اللي حصل الفترة اللي فاتت واللي هيحصل الفترة الجاية، عشان أكيد هبقى مضغوطة عشان مشروع التخرج وي. بس في نفس الوقت دي آخر فترة ليا في مكان من 5 سنين أنا كنت بتمنى أكون فيه، فمش عايزة أودع المكان ده بطريقة حزينة أو طريقة كئيبة، عشان للأسف ده كان الشعور المسيطر عليا خلال آخر سنتين، فعايزة دي تبقى أكتر حاجة أنا أركز عليها الفترة الجاية. جبتلكوا الآيباد والبلانرز. بحب أول حاجة أخلي الكالندر قدامي بتاعة الشهر عشان أشوف الأيام والتواريخ، عشان لو في أي حاجة ورايا منساهاش. احنا عندنا تقريبا 3 أسابيع لحد ما الامتحانات تيجي. لحظة استيعاب. ما علينا، أنا كويسة مفيش حاجة. هيبقى عندي مشروع مناظر، مشروع تصوير، وهبقى محتاجة أعمل سكتشات لمشروع التخرج. هيكون في مشروع تصوير كده كده، عشان مشروع تصوير هيبقى تدريب على مشروع التخرج أعتقد. وهيبقى قدامي كمان ان انا اذاكر لتاريخ فن، المادة النظري اللي عندي اللي انا معرفش عنها اي حاجة من اول السنة، وهنمتحن الترم الاول والترم التاني مع بعض، فمحتاجة ألمها في الأسابيع الجاية. كمان عندي شوية فيديوهات شغل كده محتاجة أصورها، فهبتدي أنظم دول وبعد كده هوريكوا عملت ايه. محرجة اوي وانا بوريكوا كده، بس حرفيا شهر 3 فاضي مفيهوش اي حاجة. حطيت هنا العادات اللي انا عايزة اعملها الاسبوع ده، وحطيت كمان الحاجات المهمة في الاسبوع وكمان مواعيد المحاضرات بتاعتي، وهنا عملت زي تو ليست اكتر، وهنا كمان كتبت الحاجات المهمة اللي المفروض أعملها خلال ال3 أسابيع الجايين. الوقت ابتدى يتأخر وأنا ابتديت أفصل، عايزة أتعشى وأنام. كده نكون وصلنا لنهاية الفلوج بتاعت النهاردة. بجد مبسوطة قوي للنقطة اللي أنا وصلت لها، حاسة إن أنا أحسن كتير، وحاسة إن أنا مرتبة حياتي، طبعا مش 100% بس أحسن بكتير من الأول. أتمنى الفيديو ده يكون حمسكوا واداكوا دفعة إن انتوا تخلصوا شوية من الحاجات اللي وراكوا، والأهم طبعا إن انتوا تعرفوا إن انتوا مش لوحدكوا، كلنا بلا استثناء بيعدي علينا أيام كتير قوي صعبة، بس المهم إن احنا منقفش عندها ونحاول. ولو وصلتوا لحد هنا اكتبولي في الكومنتس الإيموجي ده، اكتبولي عايزين تشوفوا ايه في الفيديوهات الجاية، وبس كده اشوفكوا الفيديو الجاي. باي.